عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة وصفات لذيذة مع إيمان. اليوم جيت راح نشارك معكم وصفة للبوراك المقرمش إن شاء الله بمكونات بسيطة. نفوتوا واش عندي هنا الكمية اللي ديتها اللي نحتاجها نتاع البطاطا رحيتها، عندي الثوم دبشة وزيتون دي نوايتي قطعته أخضر، التوابل عندي الثوم المرحي الغبرة والملح والفلفل الأسود. نبداو نضيفوا المكونات تاعنا. بسم الله. وحده على الملح، على الفلفل الأسود، على الزيتون، وكمية الثوم كاين اللي نحيت له شويه الزيت نتاعو والباقي خليته لانه هكا يعود لي طري البطاطا تاعي ما تيبسش وما تنشفش معنا. نضيف عليه الدبشه وبلا ما ننسى الفرماج شيدار اللي كنت ربيته ونخلطو كلش مع بعضها. لهنا بعد ما خلطت جميع المكونات راح نخلي البطاطا تاعي تبرد شويه لمده ربع ساعه 10 دقائق هكا ما تفوتش، باش هكا تشكل معنا على شكل حرابيش اللي رايحين نديروهم في البوراك تاعنا لنهار اليوم، لانها كي تعود سخونه مش هتعطيكم الطوع باش تشكلوها. نخلوها تريح شويه ومن بعد نكملوا مع بعضها الوصفه. لهنا بعد ما خليت البطاطا تاعي بردت شويه، شوفوا معايا الفرماج قطعته على شكل صبيعات باش هكا نقدر نحشي به البوراك تاعي ونحطوها هكا باش نقدر كي نشكل الحرابيش تاعي دوكا تاع البوراك من بعد ما يلصقوليش ما يفزتش الشكل تاعهم. نبدا دوكا نجيب البطاطا، حاولوا ديروها شويه على شكل تاع البوراك الحجم اللي حبيتو ديروه. كيما هكا ونجيو في الوسط ونفتحوها باش نحطو فيها الفرماج تاعنا. تتحصلوا على شكل مليح بزاف في البوراك وفي نفس الوقت عمليا فين يعني متقونه ما شاء الله. ونعاودوا نلموا البطاطا تاعنا ونرجعوها كيما كانت كيما هكا. بعد ما نسكروها هذا الشكل اللي تحصلوا عليه نحطوهم كيما قلت لكم هنا. كي تستفوهم كيما هكا راهي تسهل عليكم العمليه. شوفوا معايا ستفوهم كامل، كملوا الكميه كامل اللي عندكم باش تسهل عليكم عمليه الخدمه هذه تاع البوراك، باش من بعد كي تجوا تغلفوهم يجوكم ساهلين. حاولوا ديروا الحجم نفس الحجم ونفس الكميه. ومام كي تدوا الفرماج هذا نتاع الميزان، انا الان استعملت بربر يعني راح يعطيكم القيس يعني الطول دائما اللي تخدموا به. اللي هنا بعد ما كملت الكميه كامل نتاعي راكم تشوفوا راه معصيبات راه ما شاء الله كامل متشابهين وكامل متساويين. دوكا راح نجيب ورق الديول نتاعي ونبداو نعمروا فيهم. نجيو لهنا نبداو نحلو ورقات البوراك تاعنا. كاين وصفات من الافضل انكم تخدموهم بالقفاز، لانه القفاز راح يعطيكم الطوع وتخدموهم خاصه كي تعود حاجه نتاع البطاطا كي تعود بليد راح تلصق لكم. كاين حوايج يعني انا من وجهه نظر تاعي انا نحب نخدمهم واللي يقدر معليش يخدم عادي. نجو لهنا عادي كما كنتم تشوفوا نطبقوا ورقات البوراك تاعنا. انا حاولت الرولي تاع البطاطا تاعي نديرو بالتساوي، حطيت معصيبات كل قد بعضهم ونطبقوها بكل سهوله. دوكا بعد ما نستفهم كامل ثاني من بعد ان شاء الله نزيد نقول لكم واش من مرحله رايحين نديروها معاهم. دائما نحطو ونسكرو وراهي تتسكر معكم بكل سهوله، راهي واضحه على ما اظن. ونسكروها كي عاد الحربوش تاع البطاطا واجد راهي تتسكر معكم بكل سهوله وتجيكم قيس ما شاء الله. الا هنا بعد ما جيت دوكا لحقت باش نقلي البوراك تاعي ديت البيض عفوا البيض الفرينه ولهنايا الشابلور اللي هو الخبز اليابس المرحي. نبدا نجيب البوراكات تاعي ونبدا نحطهم في الفرينه ونرمدهم كامل. لهنا الصحن تاع البيض بدلته باسكو ما يعطينيش الطوع في البوراكه تاعي باش نرمدها.
نزيدو نجيو لهنا ونرمدوها مليح. لازم تتغلف كلها. ضروري الترميد الكلي. ومن بعد نزيدو نفوتوها على الشابلور ونغطوها مليح. لهنا بعد ما كملت حبيبات البوراك تاعي راكم تشوفوا شكلها من شاهي. دوكا نفوت نقليهم ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو في صحن التقديم. هذا كان البوراك تاعنا لنهار اليوم، بوراك مقرمش، بوراك يستحق انكم تسيوه مع بعض التزيينات اللي لازم تكون الوان واذواق دائما في المائده تاعنا. الشكل تاعو كما راكم تشوفوا شكل يشهي ما شاء الله، مقرمش راكم تشوفوا. دركا ما بقى لي نقول لكم الفحلات والزينات والقفزات، غير نتمنى انكم ان شاء الله تجربوه، ودائما نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، وما تنسونيش بالدعم وتاعكم بالابوني والكومونتير والجيم، والى اللقاء.